بصي بقى، سبق وقلت لك ان انت كل ما تخشي او تدخلي الفيديو عندي لازم تطلعي بمعلومه او لازم تستفادي. انا مش هديك الفيديو او انا مش هطلع لك الفيديو كده اي كلام، او ان انا ان انا انزل فيديو وخلاص. لا لا خالص، لو 4 5 دقايق برضه هتستفادي منه. تمام؟ قولي تمام. يا صباح الورد والفل والياسمين، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى، النهارده ان شاء الله هنعمل بقى ملوخيه خضراء، وهنعمل فرخه بقى صغيره كده محشيه. إيه يعني ايه طلعت في دماغي كده، انا كل يوم هشاركك الاكله اللي انا بعملها او الغدا اللي احنا بنعمله او ايا كان. هتعمليه عشاء هيمشي، هتعمليه غدا هيمشي. تمام كده. انا بما اني في اوقات كتير قوي قوي احنا بنتغدى متاخر، عشان يعني ايه، عندي يعني ايه ظروف ولادي مثلا بيبقوا بره وكده. زوجي مثلا بيبقى بره، فلما بيجوا مثلا انا احيانا كتير كتير بعمل غدا متاخر. تمام؟ يعني دلوقتي انا حاليا دلوقتي بعد المغرب، فهمتي؟ فانا مش هطول عليك الفيديو. فانا بقول لك بقى، لو هتنزلي كل ما تنزلي هتجيبي اي حاجه هتقضي الغرض معاكي. بمعنى ايه هتقضي الغرض؟ انت عندك رز ولقيتي في سكتك رز، هاتي كيلو رز معاكي، او هاتي 2 كيلو. انت يعني انت والايه وظروفك او انت ومقدرتك يعني. بصي حبيت الرز، وعشان تجيبي الرز لازم تجيبي الرز اللي هو ايه، بصي حبايته حلوه، مش اي رز بنجيبه وخلاص، لا. بصي الحبايه بتاعته عامله ازاي، بصي اقرب لك من الكاميرا. بصي الحبايه هيفرق معاكي في الاكل وفي الطبخ. تمام؟ ده كيلو رز. دي شعريه، ده كيلو شعريه برضه. تمام؟ هنعمل النهارده هعمل ان شاء الله باذن الله فرخه محشيه. دي شعريه، انا بحب قوي قوي الشعريه الرفيعه دي، ما بحبش الشعريه التخينه ابدا. حلوه قوي. ده كيلو شعريه، ده كيلو لسان عصفور برضه، مع اني انا بحب لسان عصفور حوا. ده حلو برضه، لسان عصفور السايب ده برضه حلو. لا الحبايه بتاعته حلو. تمام؟ ده كيلو برضه. تمام؟ يعني لو هتجيبي كل مره اي حاجه انت نازله بتشتري اي حاجه، مثلا حاجه ناقصه عندك او مش ناقصه تزودي، هتزودي عندك مثلا 2 3 كيلو رز ممكن تزودي عليهم كيلو. لا يعني دي مثلا دول 6 بيضات، وده ربع كيلو ليمون. انت فاهمه ازاي؟ مثلا ده موفر قوي، ربع كيلو شاي موفر. مكرونه، النوع ده حلو قوي برضو. يعني ايه، انا بس الدقيق بتاعه حلو، ده 400 جرام 400 جرام حلو برضو. ده كيلو سكر، سكر الاطيب ده برضو حلو قوي. تمام؟ بانيه، انتوا عارفين الحاجات رخصت دلوقتي، فدول 2 كيلو يعني على النصين. يعني ممكن تعمليها مثلا وجبه، يعني مثلا كل طبق يبقى وجبه، وجبه عشاء مثلا، وجبه غدا. انت فاهمه ازاي؟ هيبقى موفر معاكي قوي برضه. طبعا بقى المنظفات ما ننساش، ما ننساش المنظفات. اشيل بس الحاجات دي الاول، هي حاجات بسيطه برضو. دي صابونه ديتول مثلا، نشيل بس الحاجات دي عشان ما تتقطعش. البريل ده ما بقدرش ان انا استغنى عنه خالص. البريل ده حلو قوي برضو، موفر معايا. سبق قلت لك ان الكيس ب 15 جنيه. انا عندي بس بقول لك نزود. جبت 3 اكياس اهو، 3 اكياس اهو، حلوين وموفرين. يعني الكيس ب 15 جنيه. انا غسلت بقى الفرخه دي سبق قلت لك انها كيلو ونص. تمام؟ انا غسلتها كويس قوي، موقفاها كده او معوجاها كده عشان الميه منها تصفي منها خالص. تمام؟ عندي بقى ايه، انا بصي انا ممكن اعمل بكبد وقوانص، تمام، او بالكبده والقناصه بتاعتها. تمام؟ لا انا هعملها يعني ايه، بالرز وبصلايه وشويه فلفل اسود وملح وبس، مش هحط عليها اي حاجه تاني. بصي بقى عشان ناخد المعيار مظبوط، بصي الحركه دي انا دايما بعمل كده. بصي الحركه دي، ايدي كده، بصي كده، باخد بالمعيار كده لكل جنب. بصي اصبح ان انا دول خدتهم للفرخ. ده كده المعيار ده مظبوط. انا معتمداها على فكره، ولا رز هيبقى كتير
ولا هيبقى معجن ولا اي حاجه خالص. هنعملها مع بعض وهنشوف. وطبعا هبشر عليها بصلايه ناعم قوي، زائد فلفل اسود وملح، بس كده. بصي بقى، انا غسلت شويه الرز وحطيت عليهم البصلايه دي، نص بصلايه مبشوره، تمام، مش كتيره يعني. هحط عليها رشه فلفل اسود، وهحط عليها شويه الملح، بس كده. انا مش هحط اي حاجه تانية خالص خالص. فاهمين ازاي؟ هقلب بقى كويس قوي كده. هنا بقى انا عامله فتحات للفرخه، بصوا برضو شايفين كده، عامله فتحات من هنا ومن هنا. هي صغيره هتستوي ان شاء الله على طول، مش كبيره يعني، بس لازم برضو اعمل الفتحات دي. ليه بقى؟ عشان اللحم بتاعها يطعم. طبعا بنضفوها، بصوا شايله كل الزوايد اللي فيها كلها، بصوا كل ده لازم لازم يا جماعه تشيلي كل الدهون دي، كل حاجه. وهنا جناح برضو وجناح، وهبقى كل ده متشال، الدهون دي كلها متشاله اللي معايا، تمام. هغسل ايدي عشان اجي ايه احشي. بصي بقى يا ست الكل، انا بعد ما عملت بقى طبعا بشرت البصلايه وحطيت عليها الفلفل الاسود والملح ودعكتهم يعني كويس قوي، تمام. هنا بقى كنت انا عامله فتحات للفرخه وشايله كل الزوايد وكل الدهون زي ما وريتها لك، طبعا زائد الفتحات اللي هنا. حشيت بقى هنا ما بين الورك وبعضه كده، من الناحيه دي ومن الناحيه دي. وطبعا حشيت هنا، كنت مورقه كل ده عامله لها فتحات، كل ده كده متورق من اول هنا كده، كل ده حشيت بقى. طبعا هبتدي بان انا افرد بقى كده بظهر معلقه او بايدي من جوه، تمام كده كده خالص. وباقي الرز او باقي الحشوه اللي معايا هدخلها جوه هنا، تبقى بالشكل ده، تمام. بس كده، بحيث ان انا برده مش هاملاها قوي عشان الرز بتاعي ما يفرقعش او الفرخه بتاعتي ما تفرقعش، تمام. وايه وتديني بقى شكل حلو في النهايه يعني. عشان كده انا دايما بعاير بايدي، بس كده، عشان ما يبقاش رز، لان الرز يعني اصلا هيتضاعف معايا. فاهمين ازاي؟ هكتفها بقى ونعملها مع بعض. دي بقى الفرخه اللي انا حشيتها، بصوا بقى، انا كنت حطيت فيها بصلايه عشان كنت بقفلها يعني. بصي بقى الرز طلع منها ازاي، ولا معجن ولا ني ولا اي حاجه. بصي، عايزه اقربه لك كده من الكاميرا. بصي الرز، بصي الرز عامل ازاي، الحبايه بحبايتها والله. بصي مش معجن ولا اي حاجه، ومفلفل. بصي بجد بجد طعمه حلو يعني. يا ريت تعملي الطريقه دي ومن غير بقى كبد، واحنا ما عندنا الكبد والقوانص، بس انا قلت برضو ايه يعني، إيه لحد يعني لو ما عندكيش مثلا كبد وقوانص ولا حاجه، ممكن تعمليها يعني رز كده بالبصل بقى والفلفل والملح وبس كده، طعمه حلو قوي قوي. يلا بالهنا والشفا. ولا بقى فرقعت مني ولا اي حاجه، بصي اهي فرقعتش مني خالص، انا اللي كسرها قدامك دلوقتي اهي. بصي الرز عامل ازاي، تحفه تحفه بجد. يلا بالهنا والشفا، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. والملوخيه بقى وجمال الملوخيه وعظمه الملوخيه. بصي بسم الله، بصي بقى العرق بتاعها، وطبعا صن العصفور ورز حبايه وحبايه. واشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم باي باي.